السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ام طارق. العصير ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون عصير البرتقال بالموز. هذا الفيديو وبالاشتراك مع وصفات سلمى اللي حتى هي ما شاء الله موجده لنا عصير منعش وسهل التحضير. غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها تحت الفيديو ديال الاشتراك، نخليكم مع المقطع ورجعوا ان شاء الله. السلام عليكم اعزائي، انا هي سلمى من قناه وصفات سلمى. اليوم ان شاء الله نقدم لكم هذا العصير اللي لذيذ بزاف. انا سعيده بعمل التعاون مع حبيبتي ام طارق. الى عجبتكم القناه ديالي شاركوا فيها اذا عجبتكم. شكرا، نخليكم مع حبيبتي ام طارق. المقادير كما العاده غادي نخليهم في علبه المعلومات تحت الفيديو، ونبداو على بركه الله طريقه التحضير. هنا كما كتشوفوا عندي موزتين، جوج برتقالتين، وثلاثه ديال مكعبات التاش. نسلو كلشي في الباطيدوره. غادي نضيفو عليه جوج معالق ديال دانون السوس، وربع يترو ديال عصير البرتقال. صافي ونطحن كلشي. في هذا العصير ما غادي نحتاجش نعمل العسل لان التين عندي حلو بزاف، ولكن الا نقيسوه وشوفوا. العصير ديالنا ها هو واجد. ان شاء الله تجربوه، تعطيوني الخبر في التعليقات. نتلاقاو ان شاء الله في عصير اخر غدا. رمضان مبارك.